السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن الورك سبيس وعن النافيجيشن وازاي نستخدمها. في الأول النافيجيشن بار اللي عندنا بتتكون من حاجتين أساسيتين بنستخدمهم على طول في الرسم عندنا، وهو البان والزوم. علشان أوصل للبان عن طريق اللي أنا أضغط على كلمة بان اللي أنا على علامة اليد عن طريق الضغط، نلاحظ ان المؤشر اللي هو الصليبة اللي باين اللي انا بحركه دلوقتي ده هيتغير شكله عن طريق اللي انا اضغط على بان. تلاقي المؤشر تحول الى يد. ونلاحظ اللي عندنا الشاشة بتاعتنا اللي هي عبارة عن مكعبات دي، لو انا عايز احركها بقوم رايح ضاغط كليك شمال بالماوس واحرك معايا. تحس معايا ان اللوحة بتتشد معايا بسهولة خالص. دي اللوحة بتتشد، اطلعها فوق وانزلها تحت. موضوع بسيط جدا معايا. طيب عايز اطلع من امر بان، بطلع عن طريق اللي انا بضغط على اسكيب، او عن طريق اللي انا اضغط على انتر، او عن طريق اللي انا اضغط مسطرة. كل التلات اوامر دول بيطلعوني من الامر اللي انا شغال بيه. بمجرد ما اضغط على مسطرة نلاحظ ان الايد بتاعتي اختفت وبقت مؤشر الصليبة رجع تاني بسهولة. نلاحظ هنا عندنا حاجة اسمها الزوم. الزوم دي لو ضغطت عليها هتلاقي داخليا جواها انواع كتير من الزوم. تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت وزوم اوبجكت وزوم سنتر وزوم ويندو. انواع كتير قوي من الزوم. طيب تعالى كده نوضح مع بعض. لو انا جيت دلوقتي رسمت وليكن مستطيل، حاجة مستطيل صغير كده، وجيت هنا عايز اعمل عليه زوم ان وزوم اوت عن طريق البكرة اللي موجودة عندك في الماوس، اللي انا اعمل زوم ان وزوم اوت، بحرك البكره لقدام ولورا يعمل له زوم ان وزوم اوت. برضو نفس القصه هنا، انا اقدر اعمل له حاجه هنا اسمها زوم ويندو. زوم ويندو دي لو ضغطت على زوم ويندو نلاحظ ان المؤشر عندنا تحول الى وضعيه الزوم وفيها مربع. دي بعمل ايه؟ بقوم رايح حضرتك ضاغط هنا في الهوا مثلا في الحته دي كليك شمال. خلي بالك في التكنيك اللي انا بقوله، هتضغط كليك شمال اهو ضغطه، ورفعت ايدك واتحركت اهو، ورفعت ايدك. لازم ترفع ايدك وتحرك الماوس وبعد كده تضغط الضغطة الشمال التانية. نلاحظ ان الحتة دي بقى فيها ايه؟ بقى فيها زوم تاني. هضغط على زوم اهو، ضغطة واحدة وارفع ايدك واتحرك اهو، زوم اهو. زوم ان وزوم اوت تاني بالبقرة بمنتهى السهولة. خلي بالك بقى معايا في حاجة مهمة، ازاي اوصل لبان من غير ما اضغط على بان. يعني مثلا احنا قلنا ممكن نيجي في الفيو ونخفي من هنا النافيجيشن بار. انا ممكن اوصل للاوامر من هنا ازاي؟ البان اختصارها بي زائد انتر، زائد انتر او مسطرة. يعني هتكتب بي وتدوس مسطرة، هتلاقي ان المؤشر بتاعك بقى يد. عايز تتحرك باليد تقدر بسهولة تضغط كليك شمال وتفضل ضاغط على كليك شمال وتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت براحتك خالص. طيب عايز تطلع من الامر، قلنا لا اما تضغط على مسطرة لا اما انتر لا اما اسكيب. طيب عايز تعمل زوم، اختصاره زد زائد انتر او زد زائد مسطرة. يسألك انت عايز تعمل زوم بانهي نوع من الانواع دي، زوم سكيل ولا زوم ويندو ولا كل الانواع دي؟ اقول له زوم ويندو. ده اشهر الاستخدامات اللي احنا بنستخدمها. لو ضغطت على ويندو او اكتب دبليو انتر، لو عملت دبليو انتر هو فهم على طول اللي انت عايز تعمل زوم ويندو. اقوم ضاغط ضغطة واحدة ورافع صباعي، واقوم رايح متحرك على الحتة اللي انا عايز اعمل لها زوم، واضغط الضغطة التانية اللي هي برضو كليك شمال اهو، الحتة دي اتزومت. خلي بالك بقى معايا اللي انا ممكن الكلام ده كله اعمله بالماوس من غير ما الجأ للاختصارات اصلا. البكرة اللي عندك في الماوس لو انت ضغطت عليها ضغطة مطولة هتلاقيها تحولت معاك الى يد. ضغطة مطولة تحولت معاك الى يد اهي. طيب لو حركتها لقدام وورا هتلاقيها زوم ان وزوم اوت. طيب لو ضغطت على البكرة ضغطتين بسرعة هتلاقي بيتعمل لك حاجة اسمها زوم اول، يعني كل الرسمة تاخد مساحة اللوحة كلها. ضغطتين بالبكرة بسرعة شوف هيحصل ايه. المستطيل اخد الشاشة كلها تاني اهو. المستطيل الصغير اهو، هضغط ضغطتين بالبكرة المستطيل كبر، يبقى ضغطتين بالبكرة بيعمل لي زوم اول. ضغطة مطولة يعمل لي ايد.
قدام وورا بيعمل لي زوم ان وزوم اوت. نيجي بقى لحاجه اسمها السلكشن، اللي انا عايز احدد الاوبجكت ده. احدده ازاي؟ خلي بالك بقى معايا، اضغط ضغطه واحده كليك شمال. كل الضغطات اللي انا هقولها كليك شمال، ضغطه واحده، وارفع ايدي واتحرك اتجاه الشمال. نلاحظ اللي هو عمل عندنا لون اخضر. طب خلي بالك بقى من حاجه، هضغط ضغطه تانية اهي، ضغطه برضك شمال، كليك شمال، بس اتحرك يمين. نلاحظ اللي هو عمل لنا مؤشر لونه ازرق. ايه الفرق ما بين الازرق والاخضر؟ هنلاحظ مع بعض دلوقتي. خلي بالك اهو التكنيك تاني، ضغطة واحدة وارفع ايدك، اتعمل لك مستطيل لونه اخضر. خلي بالك عشان انت لو حضرتك ضغطت ضغطة واحدة وفضلت حاطط صباعك، شوف الشكل هيعمل عامل ازاي. هيبقى الشكل كده. عشان حضرتك عملت ايه؟ فضلت ضاغط كليك شمال مستمر وايدك على الكليك شمال. لا، ضغطه وارفع ايدك واتحرك بالماوس اهو. بمجرد اما اعلم على حته صغيره في الاوبجكت تلاقيه كله اتحدد معاك. طب عايز الغي التحديد، اعمل ايه؟ اسكيب، اضغط على اسكيب. طيب نيجي بقى من الناحيه التانيه، ضغطه واحده وارفع ايدي، هحدد الاوبجكت كله ما عدا حته. نلاحظ ان الاوبجكت بتاعنا ما اتحددش. علشان الاوبجكت بتاعنا يتحدد لازم تحدده من اوله لاخره كده تحدد معانا. يبقى الفرق ما بين الاخضر والازرق ان الاخضر بمجرد ما بتحدد حته صغيره خالص من المشروع كله بيتحدد معاك. اما الازرق لازم تحدد المشروع من اوله لاخره عشان يتحدد معاك. طب ديت تعالى برضك نركز فيها. لو انا عندي هنا مثلا دايره هنا صغيره، الدايره الصغيره ده انا عايز احدد الدايره دي. لو انا جيت بالطريقه دي احددها هضطر احدد الاتنين مع بعض. طب امال ايه الصح؟ اللي انت تيجي من هنا تضغط ضغطه واحده وتتحرك في الاتجاه ده، فانت حددت دي من غير ما تحدد المستطيل معاك. يبقى دلوقتي احنا اتعلمنا الماوس، واتعلمنا يعني ايه النافيجيشن بار، وعرفنا اللي احنا نيجي من هنا او عن طريق الكومن ويندو نكتب الاختصارات او عن طريق الماوس. وشكرا لكم.